أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم طبعا من داخل مشاهدة فيلم الرحباني. معانا ويشرفنا الدكتور ياسر محب، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. طبعا حضرتك رئيسا للمهرجان السينما الفرنكوفونية. هي كانت ظاهرة غريبة بالنسبة لنا، بس طبعا احنا عايزين النهاردة حضرتك تعرفنا أكتر عن المهرجان، وخصوصا إن احنا في الدورة الرابعة. أنا بارحب بحضرتك. المهرجان الفرنكوفوني، مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، هو معني بالأفلام المنتجة من الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية. يمكن كلمة الفرنكوفونية ليها معنيين والاتنين صح. كل ما له علاقة باللغة الفرنسية والحضارة الفرنسية والثقافة الفرنسية، والمعنى التاني الأعم لكل ما له علاقة بالدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، ودول 88 دولة. منظمة الفرنكوفونية يمكن مصر كانت من الدول المؤسسة الرئيسية فيها، وأهدتها أول أمين عام ليها كان دكتور بطرس غالي. البعض بيتصور إنه الفرنكوفونية لها علاقة فقط بالسينما الفرنسية، وده يعني ده مش أدق، لأنه في فعلا مهرجانات للأفلام الفرنسية، ولكن المهرجانات اللي بره في الدول العالم للسينما الفرنكوفونية. فيمكن هو ده اللي أحدث، اللي زي ما حضرتك تفضلتي، إنه البعض استغرب إيه علاقة الفرنكوفونية بمصر. لا، طبعا العلاقة وطيدة جدا، ومصر من الدول المؤسسة لده. يمكن النهاردة كان في مناقشاتنا واللي لسه هنكملها عن تأثير مصر في الثقافة الفرنكوفونية، وتأثير الثقافة الفرنكوفونية بما في ذلك اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات في المبدعين المصريين والسينمائيين المصريين. دي كانت أول زيارة لإسكندرية أو أول ندوة تقام في إسكندرية. يمكن أول ندوة السنة دي، ولكن إحنا كان من أول دورة المهرجان دي، إحنا بنجهز للدورة الخامسة. إنما هو كان الأربع دورات اللي فاتوا كنا دايما بنحاول نجوب ولكن هنبتدي، انطلقنا دلوقتي بقى، عملنا مبادرة اسمها كرفان الفرنكوفونية. يمكن بنبتدي من النهارده من محافظة اسكندرية، إنما كان لينا تجربة قبل كده في أتيليه اسكندرية في مقره الأصلي قبل ما يعني. وبالعكس، إنه ده يعني أتصور إنه جمهور السكندري وكثير من المحافظات زي المنصورة، زي الإسماعيلية، زي السويس، زي بورسعيد، في جاليات كبيرة قوي فرنكوفونية. وهنا بتكلم بالمعنى الأعم، اللي هو مش بس اللغة الفرنسية، ولكن للثقافة الفرنكوفونية، بما يشمل كمان شمال أفريقيا وأفريقيا ودول كتير قوي يعني في أوروبا وفي الأمريكتين كمان. إحنا شايفين النهارده اللقاء ناقش برضو موضوع مهم جدا، العلاقة بين السينما وبين الفن التشكيلي. يعني إحنا دايمًا بنحاول ما نوقفش عند حدود السينما فقط، بنحاول نربط السينما ببقية الف ال ال المجالات الثقافية والمجالات الإبداعية. فيمكن النهارده بما إننا في حضرة، يعني في جاليري فن تشكيلي، فبالتالي كان الاهتمام إنه الربط ما بين السينما والتأثير المتبادل ما بين السينما والفن التشكيلي. ويمكن زي ما طرحنا النهارده إنه في علاقة وطيدة لا تنفصل. بداية السينما بتبقى الكادر والديكورات والتصوير وفي نفس الوقت الفن التشكيلي يعني دايمًا بيسعى للحركة، وبيسعى إنه ينتشر من خلال يمكن كمان جمهور السينمائي يعني. رسالة يوجهها الدكتور ياسر محب لجميع مشاهدي المهرجان. أنا يعني الرسالة إنه مصر دولة كبيرة جدًا، منفتحة على جميع الثقافات وجميع المدارس السينمائية وجميع اللغات الإبداعية. مصر زي ما باقول إنه تأثّرت، زي ما كتبنا طرح النهارده كمان، إنه تأثّر بعض المبدعين والفنانين بالثقافة الفرنسية الفرنكوفونية، زي أمثال الراحل يوسف شاهين وعمر الشريف وداليدا ولكن دايمًا باقول إنه مصر بتتأثّر وتؤثّر أكثر، لإن إحنا أثّرنا وأهديناهم الكثير من الكُتّاب والأدباء، من طه حسين لرفاعة الطهطاوي، لكل الأسماء اللي إحنا ذكرناها من الفنانين. رسالة إنه لازم ننفتح على جميع الثقافات، لازم كمان نقدر نطّلع على ال ال الآخر وناخد منه الجانب الإيجابي، عشان نقدر نُثري كمان المتلقي، سواء المصري أو سواء المتلقي العالمي يعني. دكتور ياسر، نورت اسكندرية، وبالتوفيق والنجاح الدائم، مزيدا من النجاحات بإذن الله. شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم، ربنا يخليكِ، ميرسي متشكر. شرفنا اليوم الأستاذ محمد ظريف، مدير عام الأوبرا الأسبق، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذة ياسين، عاملة إيه؟
النهارده طبعًا إحنا بنشاهد طبعًا مهرجان السينما الفرنكوفونية، فكنا حابين حضرتك تعرّف برضه الجمهور إيه هي السينما الفرنكوفونية؟ السينما الفرنكوفونية هي ليها شقين، الدول الناطقة بالفرنسية، والثقافة الفرنسية ذات نفسها، والثقافة الخاصة ب88 دولة أعضاء في الفرنكوفونية. دول مختلفة الأعراق، مختلفة الأشكال، اجتمعوا على فكرة حب الثقافة وحب الفنون، فشكلوا منظمة الفرنكوفونية. في مهرجان انطلق في القاهرة، دي الدورة الرابعة له اللي احنا كنا فيها. اتولدت عندنا فكرة ان احنا نعمل كرفان ونلف المحافظات المختلفة. ما كانش فيه احسن من اسكندرية غير ان احنا نيجي ونبدأ من اسكندرية، وان شاء الله في الجولات اللي جاية في مجموعة تاني من المحافظات. هنروح دمياط، هنروح بورسعيد، رايحين البحيرة، دمنهور، رايحين سوهاج. وبنحاول نعرّف الناس إيه السينما وإيه ماهيتها، إيه علاقتها بالفن التشكيلي، إيه علاقتها بالموسيقى، يعني بنحاول نعمل ثقافة متميزة. لأ، ده 88 دولة، ومصر عضو مؤسس فيها. يعني الدول كمان يمكن شُفتِ في الفيلم التقديمي، دول الصين مع اليابان مع كوريا مع مصر مع الجزاير مع لبنان مع تايلاند مع اليونان يعني موضوع مختلف شوية يعني. إمم. رسالة حضرتك تحب توجهها لجميع الناس اللي حابة تتفرج على الفن والمهرجانات، وحضرتك تشجعهم بإيه؟ الفن موجود في كل حتة، وموجود مجاني مش موجود بفلوس. يعني كنتوا تعالوا النهارده تتفرجوا، شُفتِ الحشد النهارده الحمد لله، ناس متميزة وناس مثقفين وشعراء وأدباء وفنانين تشكيليين حبوا الفكرة علشان هتروح مدنهم ومحافظاتهم، فجُم يتعرفوا عليها انبهروا بيها. وده الرسالة إن إحنا بنقدم حاجة for free للناس عشان تبقى خدمة ثقافية للمجتمع إن شاء الله يعني. نعم لدعم الفن أستاذ محمد ظريف، شكرًا لحضرتك يا فندم وبالتوفيق والنجاح الدائم. شكرًا ليكم، ميرسي على الاستضافة. الشاعر الغنائي وليد رزيق. أهلًا وسهلًا بمعاليك يا فندم، طبعًا حضرتك النهارده بخصوص المهرجان السينما الفرنكوفونية، إيه طابع حضرتك اليوم في خلال الندوة والفيلم اللي إحنا شاهدناه؟ حاجة عظيمة للثقافة وللعلم ولحاجات كتير قوي إن الناس تتعرف عليه يعني. في قهوة على المفرق، في موقدي وفي نار، كنا أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار، جينا لقينا فيها عشاق اتنين صغار، قعدوا على مقاعدنا سرقوا منا المشوار. يا وطني اللي صغير عم تكبر عم تكبر، طرقات البيوت عم تصغر وتخلص الدنيا، ما في غيرك يا وطني يا وطني يا وطني، بتضلك طفل صغير.